إلى الشخص سيء الذكر بذيء اللسان أبو لسان زفر. يا أخي أنت بقى عندك 80 سنة يا أخي، بلغت من العمر أرذله، رجلك والقبر اللي زيك يا دوب يفكر في آخرته ويعمل له حسنات يقابل بيها ربنا. بس أنت مستهون من المقابلة، ها؟ مستهون من دعوات كل أمهات المصريين وكل الستات الفاضلات اللي أنت خضت في عرضهم. بكرة لما تنزل تحت وما بقاش ما بينك وما بينه أي حاجة تعرف الدعاوي دي هتبقى نار عليك في القبر إن شاء الله. أمي اللي أنت جبت سيرتها وشتمتها جزمتها برقبتك أنت ومليار واحد من عينتك. قعدت تفتكر إن حد هيسكت لك؟ أنت جعجاع وأونطجي وما تعرفش تعمل حاجة، وده آخرك. وأنا مش فارق معايا أي حاجة، وأنت عارف إن أنا مش فارق معايا أي حاجة، والناس عارفة إن أنا مش فارق معايا أي حاجة. هعيشها مرة واحدة وهعيشها مرفوع الراس. يا أونطجي، يا جعجاع، يا أبو لسان زفر، يا سباب، يا لعان، بالقانون، ها؟ بحكم المحكمة يا سوابق. عليك حكم محكمة لما تروح تعمل فيش وتشبيه كده في صحيفتك الجنائية، عليك حكم محكمة انك سباب ولعان. يا اخي ده الواحد حتى قرفان يقول اسمك اللي بالمناسبة ما بقاش بيعبر عن اي حاجة غير عن السب والشتيمة، وده تستحقه انه يلتصق اسمك بكل القاذورات دي، ده اللي تستحقه بالمناسبة يعني.